السلام عليكم حبايبي. اليوم راح نسوي طبخة جديدة اللي هي تمن باقلة اللي أغلب الناس يحبوها. لأن الباقلة صارت خشنة هذا الوقت، فلستها على الوجهين مثل ما تشوفون. وهاي تمن نقعتها قبل نص ساعة. وهاي عندي الشبنت فريش جديد. بعد ما أطبخه وأكمله راح أسوي عليه دجاج. هذا عندي الدجاج مسلوق، سلقته قبل لا أسوي الفيديو. هاي عندي أول خطوة راح أسويها. تمن ماي حار مغلي حطيت عليه الباقلة المفلسة على الوجهين. راح نعوفها إلى أن تغلي وتستوي نص استاو، مثل ما تشوفون شلون استوت. هاي استوت نص استاو، ما عوفها كلها تستوي. يلا بهاللحظة هاي راح أدير عليه التمن اللي منقعته قبل وقت. راح أعوفه يستوي ياخذ استواء التمن والباقلة يفور مثل ما تشوفون. وأحط عليه همين الملح، أعوفه إلى أن يوصل درجة التمن. همينة ما أطلع حيل مستوي التمن. من أصفي أشوف التمن همينة نص استاو، الحباية نص استاو، مو حيل مهرية مستوية، توحي عجن مو طيب يطلع. هو الباقلة والتمن زين صار هيج مرحلة، يعني عفته 10 دقائق مو هواي. هسه راح نصفيه بالمصفي ونعوفه بين ما هاي الشبنت. من بعد ما ثرمته وحضرته راح نسوي صوص أحمر للدجاج. عندي فلفل أخضر مثروم، وهاي بصلاية وحدة ثرمتها. وهذا السوب مال الدجاج، لأن أنا قلت لكم سالكت الدجاج قبل وقت، طلعت السوب مالته على الجهة لأن راح نستعمله بالصوص. هاي البصلة راح نحمسها تاخذ اللون الذهبي، تذبل. بعدين ورا ما تذبل راح نحط عليها الفلفل الأخضر اللي ثرمناه. هنا أنا بعد ما صفينا التمن باقلة وثرمنا الشبنت، راح زبدة وشوية وزيت، عمد لا يحترق الزبدة. طعمها كلش طيبة تطلع. أنا جربتها بالزبدة، إذا أطبخه ياخذ طعم يعني يختلف عن الزيت الواحدة. فهنا حطيت الزبدة والزيت يذوب. وبهاللحظة هاي يعني يتحمر البصل مثل ما تشوفون. وراح أحط عليه فلفلاية واحدة كلش كافية، ثرمتها همين ناعم. وأبقى أقلب وياها إلى أن تذبل. هنا عندي التمن الباقلة من صفيته خليت عليه لون غذائي أصفر شوية، على مود شنو التمن يطلع لونين أبيض وأصفر، يعني شكل حلو مميز يعطي للطبخة. وهنا بعد ما ذبل البصل والفلفل مثل ما تشوفون أخذ اللون الحلو. هنا حطينا التمن والباقلة اللي مصفيه ونعوفه يتهدر على نار هادئة، مو نار عالية لأن يحترق. نار هادئة وعلى كيف نعوفه حتى تصير بيه حكاكة كلش طيبة مال تمن باقلة. هنا راح ندير الكمية كلها اللي سويناها مثل ما تشوفون. هاي عفناه. هنا ذبل البصل والفلفل، راح نحط عليه خاشوقتين من المعجون ونسهيه حتى يذب لونه المعجون. هنا هاي صوص مسلقة الدجاج قلت لكم، وهذا صوص أحمر راح أعوفه يثخن مثل ما تشوفون. هسه تابعوا وياي خطوة بخطوة سووا. هذا الصوص كلش طعم طيب يعطي للدجاج. هنا أنا أبقى أقلب بالمعجون إلى أن يذب المادة الحافظة مالته. هاي اللون الأحمر ينحمس أحسن، المعجون يعطي غير الطعم طيب، مو مثل ما
أذبه ورأسا أحط عليه السوب. هنا راح درت عليه السوب اللي حضرته مال الدجاج، على جهة عزلته، أخففه زين، أخفقه على مود لا يظل متكتل المعجون. يعني صوص مو كلش خفيف ولا ثخين حيل، وسط الثخن مالته. وهنا راح أعوفه على نار وسط إلى أن يثخن هذا الصوص. طبعا راح أتبله، أني راح أتبله، أحط له ملح وهاي خاشوقة من الخل الأبيض على مود يتعادل الطعم، يعطي طعم مميز هذا الصوص إذا أحط له هاي النكهات. وعندي هنا معجون الفليفلة الحارة، دبس الفليفلة يصحوله، موجود بالأسواق، بس قولوا لهم علبة من الفلفل الحار. وهنا خليت خاشوقة صغيرة من الشكر، يعني اشتبلناه ملح وخل ودبس الفليفلة الحار وشكر، ونعوفه على نار وسط لا أن يثخن. هاي مثل ما قلت لكم هنا حطيت على الوجه اللون الغذائي، وعوفه يتهدر التمن باقله. وهذا الصوص الأحمر مثل ما تشوفون شلون بدأ يثخن. هنا عندي هذا الدجاج اللي سلكته قبل وقت، راح أدير عليه الصلصة الحمراء اللي سويتها من بعد ما ثخنت، درتها عليه وراح أحطها بالفرن تاخذ لون تحميصة، تحمص الدجاج هذا. راح أحطه بالفرن هو والصوص إلى أن يتحمص الوجه. هاي من تهدر التمة، شوف شلون راح أقلبه وأحط عليه الشبنت اللي ثرمناه. أكو نوبات يعني عادي، حتى لو شبنت مجمد إذا عندكم تحطون عليه، إذا ما موجود الفريش، بس الشمت وياه يعطي طعم كلش طيب، يعني ويا التمن باقله. شو شلون صار هاي من بعد ما تهدر، شلون التمن وحدة أخت الأخ احنا نقول عليها. هاي من بعد ما شوية دخلته بالفرن الدجاج تحمص، وهاي بقى شوية من الصوص بالبايركس حطيته فوق التمن باقله، وعليه شوية من الصوص ينوكل، ويا روبه حسب يعني الرغبة. كلش طيب، وأتمنى إن شاء الله تجربوه ويعجبكم. ولا تنسوا اللايك والاشتراك على مود يوصلكم كل جديد. وشكرا على المتابعة، وبالعافية.